ترى يعني حجم ده كريم مش شامبو. قد ايه السونيوريتا دي بصراحة مش. ازيكم واهلا بيكم في فلوج جديد. معاكم الفلوج النهارده هيكون جميل قوي، ما تنسوش تشوفوه لحد الاخر. احنا دلوقتي بالليل وعايزين نتعشى وكده، فهنعمل المكرونه دي. كنت عايزه اعملها الصبح بس كنا عايزين نتعشى ومش عايزين نجيب اندومي كده، فقلت اعملها، بس المره دي عملتها بطريقه مختلفه. سلقتها في الميه كتير اكتر من العادي. كنت الاول بسلقها اي حاجه وبعد كده حطها في الصوص عشان تاخد اكتر من الصوص، لكن المرة دي سلقتها كويس قوي في المية وبعدين حطيتها على الصوص، فكان طعمها تحفة قوي يعني اكتر من اي مرة. يعني عندي خلاص بقى، فهبقى اجيب تاني ان شاء الله. دلوقتي بقى بصلي وكده علشان نروح الجيم بقى، وبعدين لقيت بقى الحلويات ده فقلت اخد منه واحدة، واخدت تفاحة وموزة. ايوه الصغيرة دي تفاحة مش طماطماية، فاخدتهم ونزلت. بعدين افتكرت ان انا كنت عايزة المية، طلعت لها مرتين علشان اخدها، في كل مرة كنت بنساها باخد حاجة تانية واقوم سايباها ونازلة. اول مرة اخدت الحلويات، تاني مرة اخدت التفاحة والموزة، وفي الاخر بقى وانا ماشية بدور على مش لاقياها افتكرت ان انا اصلا ما كنتش اخدتها. الحمد لله ربنا كرمني واخدتها قبل ما امشي، ما نسيتهاش. كنت جايبة البسكوت ده باخد معايا واحدة كل يوم نروح الجيم، باخد واحدة يعني باكلها بعد التمرين وكده. فكنت عايزة بقى اقول لكم عنه ان هو حلو وجميل وخطير وبديل للاوريو وكده. بس وكمان مش مقاطعة. كنت بقى مرة ببص عليه من ورا كده، لقيت مكتوب عليه ايه، ان هو من شركة امريكانا وسونيوريتا، وتقريبا يعني انا عارفة ان امريكانا مقاطعة، لكن سونيوريتا دي بصراحة ما مش فاكرة قوي. بس اكتشفت ان هو مقاطعة، فان شاء الله اول ما يخلص مش هكرره تاني. زعلانة قوي بصراحة، كان حلو قوي وكنت بقى مفكرة بديل الاوريو وكده، طلع هو كمان مقاطعة معاهم. ولو عندكم اي بدايل البسكوت زيه كده بس يكون طعمه حلو قولولي في الكومنت، لو تعرفوا حاجة يعني بس تكون مش مقاطعة. قولولي رأيكم ضروري في الشراب البينك الجميل ده. رجعت لكم تاني بعد الجيم. هقول لكم كده سريعا روتين بشرتي وشعري بعد الجيم، عشان ده طبعا مهم عشان بنعرق برضو في الجيم فلازم نهتم بيهم. اول حاجه طبعا هو الغسول ده كلمتكم عنه قبل كده. المفروض ان انا بستخدمه مرتين، مره الصبح مره بالليل، بس انا مش بستخدمه قبل ما اروح الجيم، بستخدمه بعد ما اجي علشان وشي بيعرق في الجيم فاغسله بعد ما اجي، علشان العرق بقى والبكتيريا وكده. بس مش بغسله قبل ما اروح، بغسله بس بالليل قبل ما انام اما ارجع من الجيم. لكن لو يوم انا مش هروح في الجيم فبغسله الصبح عادي اول ما اصحى من النوم. طبعا بستخدم معاه ده الكريم ده بتاعه، بس ده بستخدمه يوم او يوم لا، مش بستخدمه كل يوم يعني، لانهم قويين شويه على البشره في الحبوب وكده. ندخل بقى على حاجات الشعر، لان دي اهم حاجه. شعرك بيعرق كتير قوي في الجيم، خصوصا لو شعرك عنده قشره، فمع الجيم والعرق وكده هيبقى متعب قوي. اول حاجه معانا هو الشامبو ده. بستخدم الشامبو ده بتاع بايونكس عشان القشره مبهدلاني الفتره دي بصراحه، وبقالها فتره اصلا. بستخدمه بس على فروه الشعر، يعني على فروه شعري بس، مش بغسل بيه باقي شعري لانه بينشف الشعر جدا. فبستخدمه على مكان اللي بيبقى فيه قشره وخلاص. اهم حاجه ان ريحته تحفه، علشان القشره بتخلي اصلا ريحه الشعر مبتبقاش حلوه، مبتبقاش احسن حاجه. فلازم يكون الشامبو ريحته حلوه في كده يعوض القشره بتعمله. تاني حاجه بستخدمها وهو الشامبو ده بتاع بوبانا، على باقي الشعر بقى، يعني ده للقشرة على الفروة بس، ده بقى على باقي الشعر. ده بينشف ده بينشف باقي الشعر، فمش بحطه على باقي شعري، بحطه ده بس. طبعا برضو اهم ميزة فيه واكتر حاجة بحبها فيه ريحته تحفة، بتفضل في الشعر فترة طويلة. وده برضو، بس ده خلص. بتاع بوبانا برضو الاخضر هو اهم حاجة بصراحة في بتاع بوبانا، يعني اكتر حاجة بحبها فيهم ان ريحتهم خطيرة. يعني مهتمة قوي بالريحة الفترة دي، علشان القشرة بتخلي طبعا الشعر ريحته صعبة جدا، فدول بيعوضوا الموضوع. طبعا بعد ده اهم حاجة البلسم ده. هو صغير لان كان جاي معاهم، كان جاي ده مع ده في عرض، والتاني برضو. البلسم طبعا لطيف ونفس الريحة، فبيقوي الريحة وبيرطب برضو، يعني ايه ترطيبه بصراحة مش بحس ترطيب البلسم قد كده. السبراي ده علشان التساقط، وطبعا برضو اهم حاجة فيه ريحته عشان تعوض ريحة القشرة. الشامبو ده ريحته خطيرة بتاع السترونج، ده بحط برضو على الجزء ده اللي هو جزء اللي بيبقى فيه، مش على الفروة، مش بحط حاجة على الفروة، مش بحط أي كريمات على الفروة، هو الشامبو بس. لكن بحطه على الجزء ده اللي هو يعني يعتبر قريب من الفروة، يعني هو طبي شوية فمش بيأذي الفروة قوي زي الكريمات التانية
تسيح على الفروة وتزود القشرة وكده. جميل، تحفة، ريحته حلوة. أكتر حاجة بتعصبني فيه حجمه الصغير ده اللي هو 120 جرام، ما يكفيش أي حاجة. عشان كده باحطه على الفروة بس، على الجزء ده اللي هو قريب من الفروة بس حجمه ده بجد مستفز. باحس إن أنا محتاجة كريم يكون الحجم ده، يعني الحجم ده كريم مش شامبو عشان يكفي. المهم باستخدم بقى الكريم ده حاليًا على الشعر، على باقي الشعر، نفس الأماكن اللي باحط فيها ده على باقي الشعر، عشان بس إيه يرطب وكده، ما يفضلش طبعًا الشعر هايش من الكريم من الشامبو وكده. بصراحة أي كريم باحطه على باقي الشعر أهم حاجة يكون بيرطب ويديني ترطيب وخلاص. ده بقى بتاع البانا الليف إن أنا محتارة فيه بصراحة. أنا كنت جايباه علشان ريحته، يعني أنا قلت لكم ده اللي هو الشامبو كانت ريحته تحفة، فجبت منه الليف إن عشان برضو الريحة ريحته حلوة، فبتخلي ريحة الشعر حلوة. لكن في كريمات كده شعر بتخلي ريحة الشعر مش ألطف حاجة. جبته عشان ريحته، هو كويس وكل حاجة، لكن هو يعني باحس إن هو بلسم حمام كريم، مش كريم تسريح. لإن أول ما أحطه آآ تمام، بيخلّي الشعر ناعم وقاعد ومِيَّة مِيَّة. بعدها بشوية مثلًا تاني يوم آجي أسرّح شعري ما متسرّحش، لازم أحط يعني ترطيبه مش قوي، فما باقدرش أعتمد عليه لوحده. أنا باستخدمه بس عشان هيشان، هو بينيّم الشعر كده، ما بيبقاش فيه أي هيشان لمّا باستخدمه. باعمل بقى mix بين ده وده وده، ده على الجزء القريب من الفروة، وده على باقي الشعر، وده على كله بس عشان ينيم الشعر، عشان التانيين دول مهما احط كريم مهما اعمل بيفضل فيه شويه هيشان كده، ما بينيمهمش بقى غير ده هو اللي مبقاش فيه اي هيشان مع استخدامه. طبعا غير ريحته الخطيره، بحب ريحته قوي قوي قوي، هو والشامبو وده ريحتهم خطيره، فده بيقلل الهيشان بقى. بس مش عارفه، محتاره فيه بصراحه، بس بحبه برضه، ريحته حلوه ومش بيخلي الشعر يهيش، فبالنسبه لي تمام. بس هو ده روتين بشرتي وشعري بعد الجيم، او في الايام العاديه يعني، بس الفتره دي. بصوا شايفين الفتحه اللي فيه دي، الخط ده، بص بيطلع منها، ده الجزء اللي بيكون موجود فيه الكريم ده. شايفين قد ايه بجد صغيره، ودي العلبه بقى كلها. شايفين اصلا العلبه قد ايه وده قد ايه، يعني ده حجمه قد ايه، 210، يعني اكبر من التاني. اوكي، بس شايفين اصلا العلبة قد ايه. يعني مثلا انا رايحة اشتري مفكرة ان انا هجيب ده كله مليان كريم، لكن لا، ده بس اللي بيكون فيه كريم، دول بس، والباقي ده كله فاضي. يلا نجهز الغدا مع بعض. هعمل النهاردة سلطة التونة، وحطيت فلفل احمر واخضر وطماطم وبصلاية صغنونة كده، والتونة حطيت عليها معلقة خل ومعلقة ملح. كنت عايزة احط زيت زيتون بس قلت يعني ايه، كفاية وكده. اروق على نفسي بقى واظبط ضوافري وكده علشان طولت قوي قوي عن اللازم. دلوقتي الملاية التحفة دي يا جماعة، شوفوا تحفة ازاي بجد، وعليها الفراشات دي شكلها كيوت قوي. يلا نفرشها مع بعض. وده الشكل النهائي للسرير بتاعي. واو يا جماعة، اكتبوا لي تحت في الكومنت كله ان الملاية دي شكلها تحفة، والفراشات بالذات. بقشر التين الشوكي. دلوقتي انا اصلا بقيت بعرف اعمله قوي. اول حاجه بلبس كيس او جلافز اي حاجه، بقطع الجزء اللي فيه من قدام ومن ورا، وقطعه في النص وبس انا بقشرها. القشرة دي طلعتها طبعا وانا لابسة الكيس، بس صوابعي بتشوكني برضو. وده الشكل النهائي بعد ما خلصت. ترى